السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي، قناة مطبخ حورية. اليوم راح نديرو مع بعضنا طبخة خضرة وخفيفة للعشاء، نتمنى تعجبكم. نبداو بسم الله. نبداو مع الدجاجة. راني نعطيلكم واحد الحاجة باش تتفاداوها ما تاكلوهاش ومضرة للصحة. هنا لقيت الفخذ تاع الدجاجة ازرق، راح نرميه كما تشوفوا دوك يبان لكم في الفيديو. حبيباتي نخليكم مع تنظيف ومن بعد نرجع لكم كي نكملوا تنظيف، نبداو ننصبوا في العشاء، نتلاقاو فرجة ممتعة. كما قلت لكم البنات، كاين البلاصه هذيك الزرقاء هنا كما تشوفوا، هذه كامل الفخذ هذا كامل ولا الركبه راح نطيشوا، خاطر ماكش اللي يربيو الدجاج يضربوا لهم الابره، يديروا لهم انتيبيوتيك ويبقى الدواثم حابس، فلازم ناخذوها بعين الاعتبار الحاجه هذه، ونكملوا مع تنظيف الدجاج. دوكا نكملوا المرحله الثانيه، تنظيف الفازوله. هنا نظفناها ونحوا لها الطرابش هذوك اللي يجيو فيها ونقسموها على زوز. انا الفازوله تاعي نقسمها على زوز فريت باش من بعد نهزوها بالفرشيطه. كاين ناس تحب تقصها قطع صغيره، انا ما نحبش هكاك، على زوز فريت ونخليها جايه طويله وتتكل بالفرشيطه. نخليكم مع الفيديو.
دوكا البنات حنا كملنا الفازولا، نعديو نوجدو البصلة والثوم والفحات تاوعنا المشكله اللي مالفين نديروهم باش تجينا طبختنا بنين. نبداو مع البصله نقشروها بالطريقه هذه، وعلى بالي كل تعرفوا تقصوا البصله وتقشروها وقصوها طرف صغار. الثوم هنا درت 2 سنات ولا 3، مش انا اللي درت، بنتي هي اللي قاعده لي طيب وانا اللي قاعده ندير لكم في التسجيل. اليوم انا عندي عطله ما طيبش، قلت لها طيبي على روحك، غلبت مع الامتحانات تاع الاولاد، نبات نحفظ فيهم وما نرقدوش بكري ونصبحوا بكري. نبداو نقصوا في البصله. ان شاء الله نتمنى نجاح لجميع التلاميذ، خاصه تاع البكالوريا والبروفي والاخرين سنه اولى والثانيه والثالثه متوسطه وثانيه الابتدائي ما نساوهمش. نربيو البصله في الجهه الخشينه، هي مش خشينه ياسر مي بالنسبه للجهه الاخرى اخشن. نربيو هنا درت بنتي نص كعبه بصله والثوم. هنا درت 3 حبات سنة ثوم كبار ولا 4، انا درت 4. وانا نشتي الثوم الحق نحب طيابي كل بالثوم. نديرو دوكا الفاحات تاوعنا والملح والزيت. احنا قبل ما نطيب، قبل ما ندير البصله لازم نحط الفازوله تتقلى هي الاولى على الاقل ربع ساعه. نبداو مع الفاحات. عندنا هنا الفاحات مشكله كزبره وكرويه وهنايا درت راس الحانوت، ومن بعد درت فلفل عكري، فلفل حلو يابس وملحي، ولازم نديرو الملح ثاني كل واحد والذوق تاعو، والزيت. الزيت لازم نديرو الزيت 5 مغارف زيت. انا نكيل بالمغرفه هذه تاع العود 5 مغارف زيت، وكي تعود بتاع الماكله ندير 4 باش ما نكثروش الزيت. دركا نحطو في القدره تاعنا او لاكوكوت تاعنا، نديرو فيها الفازوله والزيت ونحطوها على نار هاديه ونخلوها تتقل. ما بين تقلات الفازوله في عقلها نتلقاو. البنات اللي راح نشوفوا الطرف تاعنا تاع اللحم اللي راح نطيبوا بهم. انا مشني راح نكثر اللحم بزاف ولا ما ياكلوش لحم البرمه، راح ندير الركبه بركه وندير نص كعبه طماطم تكون حمراء ومليحه وقرن فلفل حار. قلنا لازم تتقلى الفازوله مليح. هنا نروح نطلعوا الفازوله لقيناها هاي وين ذايبه مليحه. نحطوا الطرف تاعنا اللي راح نطيبوا بهم، ونضيفوا الطماطم والفلفل حار، ونضيفوا التوابل تاعنا والبصله والثوم، ونحركوا مليح. نخلوا البصله من تحت ونطلعوا الفازوله من الفوق، واللحم لازم يتقلى مليح. نقفلوا عليهم ونخلوهم مده كيك ربع ساعه حتى ياخذوا البنه تاع الفاحات. وندوروا المعدنوس تاعنا ننظفوها بالطريقه هذه، نحو كل عرف وحده، ومن بعد نغسلوهم بالماء ونشفوهم وندو اللي نسحقوه ونخبوا الباقي في بورتمونجي. نفرشوا تحت فيها البابي سويتو ونحطوا المعدنوس تاعنا، ومن بعد نديروا البابي سويتو ونغلقوا عليها البورتمونجي ونحطوها في الفريجيدير. كي نسحقوها نجبدوها.
حبيباتي هنا نقص المعدنوس ونروح نطلو على الفازولا. كما تشوفوا راهي ذابت وتقلات مليح في الفحات والبصله واللحم. نضيفوا 3 مغارف مليح من الطماطم المصبره ونحركوا مليح. هنا اللي حبت دير الهريسه دير. نخلطوها مليح ونخلوها تتقلى وتكمل قليان على نار هاديه باش ما تتحرقش. قلت لكم كل ما تخلوا النار هاديه يجيكم طيابكم بنين. هذا هو سر البنه تاعي. بعد ما تقلات نضيفوا نمرقوها بالماء سخون ونقفلوا ونخلوها طب في غرفه. هنا هاي وجدت معانا كما تشوفوا تشهي. الريحه راهي معمره الكوزينه حتى من الجيران شموا ريحتها تهبل ما شاء الله. نتمنى تجربوها وتعجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في طبق اخر جديد. ما تنساوش ابوني والجيم كما مالفين وتعليق. الى اللقاء في فيديو جديد.